قصر الثقافة. زيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لقصر الثقافة. خلونا ناخد تفاصيل أكثر. بينضم معنا العميد عبد المنعم حلاوة مدير فرع ثقافة السويس. برحب بيك سيادة العميد، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا كل سنة بحضرتك يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. وانت طيب يا فندم، ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك عن ما شاهده رئيس الوزراء من متابعة للتطوير والترميم لقصر ثقافة السويس. اتفضل. معالي دولة رئيس الوزراء طبعا ومعالي المحافظ كان في اهتمام كبير جدا بالثقافة، وعارفين دور وأهمية الثقافة. عشان كده كان زيارته المفاجئة لقصر الثقافة الوقوف على أهم التطورات في قصر الثقافة، وأوصى دولته بأنه لابد من الانتهاء في أقصى سرعة من الأعمال اللي بتتم في قصر الثقافة، أعمال الترميمات وسرعة افتتاحه وعودته للجمهور. طبعا التطوير ده هيشمل مسرح قصر الثقافة والقاعات الموجودة في القصر ده، بالإضافة للمنطقة اللي هي تضم قصر الطب ونوادي التكنولوجيا وكل الحاجات اللي موجودة داخل قصر الثقافة. يعني زيارة رئيس الوزراء كان لها أهمية كبيرة لمتابعة قصر الثقافة والوقوف على المعوقات اللي ممكن بتنهي التطوير والترميم. فيا ترى إيه التعليق للسيد الدكتور مصطفى مدبولي؟ هو كان تعليقه طبعا هو كان عايز سرعة الانتهاء من تطوير قصر الثقافة، وقال انه ليه دور مهم جدا، ودولته امر بانهاء النواحي الماليه اللي كان متوقف بسببها، ووجه بسرعه الانتهاء من ضخ الاموال او المبالغ المطلوبه لتطوير القصر، وده بالتعاون مع وزاره التنميه المحليه ووزاره التخطيط ووزاره الثقافه. يعني وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون هيقوموا بتوفير المبلغ مع محافظة السويس على ما أعتقد يعني. بس أنا شايفة حاجة مبهرة يعني، وإن شاء الله تتم على خير. فاديني برضو تفاصيل على مساحة قد إيه القصر، لأن أنا واضح من قدامي من خلال الفيديو شايفة مساحة كبيرة، وشايفة فيه يعني هيقدم بشكل كبير وعلى أعلى مستوى، وإن التكنولوجيا هتكون ليها نصيب كبير جدا في قصر ثقافة السويس. اتفضل. طبعا هو القصر مساحته كبيره وملحق بيه حديقه طفل، دي هيتعمل مسرح للطفل وقاعات متعدده الاغراض. ده بالاضافه لان قصر الثقافه نفسه هيتعمل تطوير للقاعات اللي موجوده فيه. هتبقى فيه قاعات، اضافه قاعه جديده لتكنولوجيا المعلومات، وتطوير القاعه القديمه اللي موجوده، رفع كفاءه جميع القاعات سواء بتاعه الحرف او الموسيقى او الفنون الشعبيه، قاعات الفنون الشعبيه. كمان المكتبه اللي موجوده في عندنا مكتبه طفل ومكتبه عامه. المكتبه العامه هتحوي مكتبه صوتيه عشان ذوي الاعاقه، وكمان هيتعمل مبنى او اضافه لمبنى جانبي. المبنى ده هيحصل كونكشن ما بينه وما بين المبنى الاساسي عشان يعمل اتاحه للناس اللي هم مش هيقدروا يطلعوا السلم. هيبقى فيها اسانسير، لان الاتاحه للناس الغير قادره على طلوع السلم ان هي تطلع وتستمتع بالاماكن اللي موجوده داخل قصر الثقافه. المسرح هيبقى على اعلى مستوى وهيبقى فيه احدث تقنيات. القاعات هتبقى قاعات بدائل هيتعمل فيها ان شاء الله سينما، وهتبقى حاجه جميله. ده من يوم ما جه سياده اللي هو طارق الشاذلي، وهو كل اهتمامه بيقول ان قصر الثقافه ده بيحمل هويه المحافظه وهويه الدوله، ولابد ان هو يكون دائما جاهز ودايما على اعلى استعداد، ولابد ان يتم سرعه الانتهاء منه. وكان هو بصراحه يعني ليه يعني الفرق في ان هو المبادئه بانه لابد من سرعه الانتهاء، وهو اللي عرض الموضوع. فطبعا لها صدى كبير جدا واهتمامه بالموضوع. يعني ان شاء الله ان شاء الله ينتهي في اسرع وقت. وشكرا ليك سياده العميد عبد المنعم حلاوه مدير ثقافه السويس.